في فيديو النهارده عملت لكم كيكه الشمو الفرنسيه التحفه اللي انتوا شايفينها دي. شكلها قمر وطعمها كمان قمرين. مكوناتها بسيطه. معانا كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدام، ومعلقتين كبار من الكاكاو المر اسباني اي نوع بقى، ومعانا معلقه كبيره من البيكنج باودر. بس هي دي مكونات الجافه بتاعتنا: دقيق، كاكاو، بيكنج باودر، بس كده. تقليبتين كده. ممكن طبعا انا طبعا نخليهم قبل ما ابدا في الشغل، طبعا نخليهم مرتين ثلاثه كده. ومعانا بقى المكونات السائله: 4 بيضات، وكوبايه ونص من السكر، نص كوبايه زيت، ونص كوبايه ميه دافيه، وظرفين من الفانيليا، ومعلقه صغيره، يعني ده ظرف من القهوه سريعه الذوبان، ما يعادل معلقه صغيره مليانه من القهوه سريعه الذوبان. طبعا مهمه جدا، يعني تبرز طعم الشوكولاته معانا في الكيكه. لو حابين تستنوا عنها او مش موجوده خلاص، يعني مفيش مشكله، ممكن تستنوا عنها عادي. هنحط بقى السكر على البيض على الفانيليا، ونضرب ضربتين كده لغايه ما يدوب السكر بنسبه 50%، ولونه يفتحها كده ويهيش زي ما انتوا شايفين كده وبس. بصوا. وبعد كده هنزل بقى بنص كوبايه من الزيت، طبعا زيت نوع، يعني نختار نوع كويس، ونص كوبايه ميه دافيه، ومعلقه الصغيره او ظرف اللي انتوا شايفين ده من قهوه سريعه الذوبان. بتبرز بجد طعم الشوكولاته، يعني بتحسي كده انك بتاكلي براونيز كده. بتبرز طعم الكيكه كده، بتخليه طعمها حلو جدا بجد حقيقي يعني. وبس كده هننزل بقى على المكونات الجافة بتاعتنا بالمكونات السائلة. ننزل بقى يعني ننزل كل اللي في الخلاط. نزلوا يا جماعة كل المكونات اللي في الخلاط تقلبتين حلوين كده لغاية ما تبقى الكيكة بتاعتنا كده، يعني ايه، كل المكونات الجافة تختلط بالمكونات السائلة، وتبقى كيكة معانا حلوة. في الوقت ده هتكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، يعني درجة حرارة وسط، بالمضرب السلك كده، عشان اتاكد ان كل الدقيق داب معانا واختلط بالمكونات السائله وما عادش فيه اي حاجه علقه تحت. وزي ما انتم شايفين كده، يعني قوام كيكه تحفه بجد، حلو جدا جدا جدا. معايا صينيه يعني مقاس 24، ممكن تستخدمي مقاس صينيه 30، مش هتقولك لا. طبعا انا مسحاها مسحه من السمنه، ممكن تمسحيها مسحه من الزبده. وبلاش طبعا الزيت، لانك هتحتاجي تعملي لها كفر من الدقيق، فبلاش. اخدت معايا بالظبط 35 دقيقه تسويه في الفرن. ممكن تاخد معاكي من 35 ل 40 دقيقه في الفرن. ل 40 ل 45 كتير خالص. 45 هنقلبها. بصوا الحركه دي، انا قلبتها على الوش التاني عشان تطلع معانا طبقات كويسه، وحطيت الكيس اللي عندها صينيه التشيز تعمل فيها، ما عندهاش تعمل الحركه اللي انا عملتها دي. خليط التسقيه: كوبايه ونص من الحليب الساخن، 3 معالق سكر، ومعلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. مكونات بقى: كريم كراميل معانا لتر من الحليب، 20 بسكوته، ومعانا طبعا الحركه دي هقول لكم عليها. انا اخدت بالظبط ظرفين من الكريم كراميل، وهعوض الظرفين التانيين باربع معالق ونص من النشا الذره. وطبعا معايا 4 معالق كبار من القشطه. طبعا كان عندي قشطه وش اللبن، ممكن تستخدميها. مش عندك ممكن تجيبي يعني اللي هي القشطه اللي هي بتاعت المعلبات، اللي هي في المحلات تقريبا كده مقاسها او حجمها 170 جرام. كله على بعضه في الخلاط كده، ونديها ضربة محترمة في الخلاط زي ما انتوا هتشوفوا كده. وبس كده. حلة بقى عادية على النار طبعا، يعني درجة حرارة وسط، وهنقلبها تقلبتين كده، يدوبك تسخن معانا كده وتعمل، يعني يدوبك تخش في السخونية كده. هي اصلا يعني ايه، ما بتغليش، يعني هتخش كده تعمل فقاقيع بسيطة كده وتسخن. ننزل بيها زي ما انتوا شايفين كيكتي رطبة ومسقية وقمر بجد. هننزل بالخليط كله على الصينيه زي ما انتم شايفين. انا مغلفه الصينيه بالكيس الاسترتش اللي انتم شايفينه ده. لو عندكم صينيه تشيز مفيش مشكله. هنسيبها بقى تهدى حوالي ساعه كده بره التلاجة، وندخلها التلاجة ساعتين. طبعا هنكون مغطيها بكيس زي ما انتم شايفين كده. بعد مرور ساعتين عليها هزينها بقى، واحط معلقه وشوكه او اي حاجه انتوا عايزين تعملوها، قلوب، اي حركات يعني، ورشه من الكاكاو الخام، او ممكن تحطوا مثلا اي حاجه انتوا حابينها. ممكن ما تزينوهاش اصلا، هتبقى طعمها يعني قمر لوحدها. زي ما انتم شايفين كده بشيل الكيس من عليها. وبجد مفيش اسهل من الحركه اللي انا عملتها دي للناس. حل مشكله الناس اللي ما عندهمش صواني للتشيز، يعني انتوا مش هتحتاجوها ان شاء الله. وبس كده. خطيره بجد. لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا فشكرا جدا جدا لمتابعتكم، ويعني شكرا لدعمكم، وان شاء الله باذن الله تعجبكم وتعتمدوها. كيكه شموع سهله ولذيذه وبسيطه، وحقيقي من اجمل والذ الكيكات اللي هتجربوها. وان شاء الله تعجبكم. ومستنيه طبعا تطبيقاتكم الجميله القمر اللي بتعجبني، وكلامكم الحلو اللي بيشجعني. وكنت معاكم علا وهيمي، ودمتم بألف خير وهنا وسعادة. مع السلامة.